يلا حيهم. تدرون وش معنى ان فلان طرد ضيفه؟ طبعا الموضوع صار له اسبوع ترند وكل قال رايه، انا يمكن جيت اخر واحد بس ابى اقول كلمتين وبمشي. معناها ان عياله ذا اللي طرد ضيفه، عياله وعيال عياله واحفاد عياله تلحقهم السالفه، والديره اللي هو فيها والديره اللي جنبه وثالث ديره من ديرته بيدرون عن هالسالفه. هل تعتقدون كل ذولا بيقولون بيض الله وجهه؟ علشان ايش؟ علشان شب سيجارته في المجلس. انا ما تهاون في الموضوع، وسبق اني تكلمت عن شعراء المحاوره اللي يدخنون في شعر المحاوره واللي صايره موضه ومنتشره صورهم، سبق اني تكلمت اكثر من مره. لكن ان الموضوع اللي سواه ذا الرجال سوى مصيبه ثانيه. يا رجل من عصور الجاهليه يوم انهم يعبدون الجدران ما حد منهم طرد ضيفه. ترى الخوي والضيف والثالث الجار مثل العمل ما بين فرض وسنه. بغيتها قصيد وبغيتها عادات وبغيتها اعراف وبغيتها يا اخي. العرب امتازت بهذا الشيء، يعني اكثر شيء امتازت فيها العرب انها تكرم ضيفها وانها تقدر ضيفها. هذه صفه فينا، تجي انت كذا تخترقها علشان شبت سيجاره؟ يعني عاجز تروح تقول لو سمحت طف سيجارتك؟ عاجز انك اسوأ الاحتمالات، يعني انا بجيب لكم اسوأ احتمال انك تقوم قدام الناس تقول يا الربع مساكم الله بالخير، ما جمعتكم اليوم الا علشان ضيف انا بيض الله وجهه اللي قبل دعوتي وشرفنا اليوم، ولكن شوفت عينكم انا لي 100 سنه ما شبت السيجاره عندي في المجلس وهذا ضيف علي وبكم تعذروني. السلام عليكم. انتهى الموضوع، خلص موضوعك.